السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ياسر خالد شيخ خميس من مدينة اللاذقية، منطقة الرمل الجنوبي. بالصدفة بيوم وجود المراقبين بمنطقة الرمل الجنوبي في مكان سكني، بتفاجأ انه صار في مثل بلبلة وتحضير لشيء ما بين علي انا، بما اني كنت عم اشتغل بالورشة اللي عم اشتغل فيها. بتفاجأ انا وعم اشتغل، طلع برا لشوف شو في، بتفاجئ انه جامعة الدول العربية نزلت بالمكان اللي انا عم اشتغل فيه مباشرة، تحت منه مباشرة. وصار في مثل تحدي جواتي، جايبين عالم لصالح النظام يحكوا انه لا، ارهابيين هن اللي قتلوا المتظاهرين والدولة عم تحاول تحصلهم يعني وتعرفهم من هن. هذا الشيء عمل عندي تحريض اني لا، بما اني انا كنت شاهد عمين قتل المتظاهرين لازم انزل واحكي الحقيقة. حاولت احكي مع المراقب اني انا لا، الحقيقة ما هيك. الناس اللي تمت حوالي وانا عم احكي للمراقب اني انا بحادثه شهدتها بمنطقه الشيخ ظاهر، شهدت مين اللي قتل، وكان في ضابط عم يهدد نحن ومتجمعين انه اذا ما فضيتوا الساحه رح يصير اطلاق نار عليكم، مثل كانه انه انتم بتتحملوا مسؤوليه نفسكم يعني اذا ضليتوا واقفين. انا عم حكي المراقب اني الضابط اللي انا عم اشتكي عليه رتبته كذا وهدد بالكلام الفلاني، حكمه الهيه انوجد الشخص بنفس الموقع. هالشيء يمكن ظهر قدام منكم انه كان رتبته عقيد وتفاجئ انه رتبته عميد. هذا الشيء عمل بلبله وخلاهم يتحرضوا بزياده، اني التاكيد على رتبته، شاهد على مين اطلق النار. هذا الشيء عمل تحريض عندهم اني لازم يتدخلوا يقطعوا المكالمه علي او المحادثه علي مقابله. ولو ما اني انا تقدمت للمراقب بعد ما حاولوا يمسكوني وياخذوني على سياره الامن، اني هذا الشيء رح يكون اخر كلام بحياتي، انا هذا احساسي كان يعني. وهذا سبب وجودي اني انا عندهم، واني انا وجودي للمقابله اني انا داخل ماني طالع اكيد. خلى عند المراقب اني يسجل اسمي، فهذا الشيء اللي يقدر يساعدني فيه، بس اني سجل اسمي خوفهم انه يقدروا يطالبوا فيني بنفس اللحظه. بس قالوا وينه من مهروب وين، بما انه المنطقه كلها محاصره، ليجي اشخاص من خارج الرمل الجنوبي يساعدوني يطلعوني بسياره خاصه لهم، واطلع لكون انا بمنطقه الامان لمده 40 يوم، 42 يوم، وبعد من اني تصير هروبي على تركيا. هذا بالشيء انا لحد الان لما بتذكره بلاقي اني في معجزه الهيه لو انا مدبرها يعني بكتابه وورقه وقلم ما بتصير. السوريين كلهم كان عندهم يعني بجوز لحظات فتور، لحظات، لانه صار في تكالب دولي ملحوظ وواضح. بس بالنسبه لي بما اني انا صاحب قضيه وصاحب مبدا، ضليت لاخر لحظه ولحد الان بعتبر حالي استاذن ضمن الثوره.